تم القبض أمس على الفنان أحمد فلوكس في إحدى الفنادق في مرسى مطروح وبحوزته مخدر الحشيش. أحمد فلوكس اتقبض عليه مش عشان مخدر الحشيش، أحمد فلوكس اتقبض عليه علشان عليه حكم قضائي صادر ضده من سنة 2022 من المحكمة الاقتصادية. الحكم دوت صدر أول درجة بحبس الفنان أحمد فلوكس 2 مع الشغل والنفاذ وغرامة 200,000 جنيه. والفنان أحمد فلوكس عمل استئناف على الحكم، ولكن حكم الاستئناف أيد حكم أول درجة وأصبح الحكم نهائي واجب النفاذ. إيه اللي عمله أحمد فلوكس علشان يصدر الحكم ده ضده؟ أحمد فلوكس ارتكب جريمة السب والقذف والتهديد بالأذى للمجني عليها ياسمين إبراهيم. طب هي مين ياسمين إبراهيم؟ ياسمين إبراهيم ديت لاعبة المنتخب مصر سابقا للسلة. طب ايه السبب اللي خلاه يعمل معاها كده؟ أحمد كان اتقدم للزواج من كابتن ياسمين إبراهيم، ولكن ياسمين إبراهيم رفضت، فأحمد بعت لها رسائل التهديد والشتايم ديت على الواتس. فياسمين اتقدمت بشكوى للنيابة العامة وجهات التحقيق، وتم التحقيق مع الفنان أحمد فلوكس وقدم للمحاكمة وصدر ضده الحكم زي ما احنا قلنا ب2 ومع غرامة 200,000 جنيه. محامي المجني عليها ياسمين بيقول ان هم كانوا متتبعين خطوات الفنان احمد فلوكس لغاية لما اتأكدوا ان هو موجود في مرسى علم في احدى الفنادق، وما اتأكدوا ان هو موجود في الفندق الفلاني. بيقول ان هو عمل تلغرافات لوزير الداخلية، وعمل تلغرافات لمدير امن مرسى مطروح، وعمل تلغرافات للواء مدير مباحث تنفيذ الأحكام. وعشان كده تم القبض على الفنان أحمد فلوكس. تم القبض على الفنان أحمد فلوكس في مرسى مطروح، وتم ترحيله من محافظة مرسى مطروح إلى القاهرة قسم العجوزة علشان يترحل من اسم العجوزة اللي هو محل إقامته، يترحل من هناك على محبسه لتنفيذ الحكم اللي صادر ضده. طبعا في ناس دلوقتي تسأل طيب ايه الحل؟ والفنان هيقضي العقوبة هناك ولا هيبقى في درجة تاني من درجات التقاضي، ولا ايه اللي هيحصل؟ هيعمل معارضة ولا هيعمل استئناف؟ للأسف الفنان أحمد فلوكس استنفذ كل درجات التقاضي ليه. الحل الوحيد اللي يخرج أحمد من الورطة اللي هو فيها ديت وينقذه من تنفيذ الحكم اللي صادر ضده ان كابتن ياسمين إبراهيم تروح امام المحامي العام وتتنازل عن شكواها وعن القضية وتقول ان هم اتصالحوا. ربنا يفك كربك يا فنان. بس يعني هو يا فنان هي رفضت الجواز، خلاص الموضوع انتهى، يعني ما كانش فيه داعي لان انت توقع نفسك في ورطة وان انت تتصرف تصرفات مش محسوبة وان انت تبعت لها رسائل تهديد. انت ما حسبتهاش صح يا احمد. ربنا يفك كربك.